اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وبارك بها همومنا واشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واهدم بها ديوننا واسلم بها أوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وصل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها أسئلتنا وآنس بها وشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظل يوم القيامة على رؤوسنا وسقم بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمكن اللهم في اختياره ذريته وثبت قلوبنا على محبته واستقمنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأرنا هداه الأسباب واسقنا بكسر الأوفى ويسر علينا زيارة هرمك وهرمه من قبل أن تميتنا وألم علينا الإقامة بهرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا ندعو به إليك إذ أودع شفعاء إليك ونقسم به عليك إذ أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك أيها أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المستكان. إلهي أنت يا رب بك ننتصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تعنا وببابك نقف فلا ترنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استغالنا وإلى خير مآلنا وأقم بزيادة آمالنا واتم بسعادة آجالنا. ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرنا فتركنا ولا عدنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب
رب صل عليه وسلم